محمود الزهيري بالتأكيد لا أحد يستطيع أن ينسى الدكتور عبد الجواد أيوب، المخترع العبقري صاحب اختراع الفنكوش الذي أذهل الجميع في فيلم واحدة بواحدة أمام عادل إمام وميرفت أمين، والذي اشتهر أيضا طوال مسيرته الفنية التي استمرت لقرابة 40 عاما بقيامه بأداء أدوار دكتور الجامعة أو الطبيب أو الموظف المسؤول، وعرفه الجمهور برأسه الأصلع وملامحه الطيبة التي قربته أكثر إلى المشاهدين. ورغم بداياته الفنية منذ بداية الخمسينيات أي بعمر 30، إلا أن معظمنا لا يتذكره إلا بأدواره التي قام بها عندما تخطى عامه 50، ولذلك سنعرفك أكثر عن أهم المحطات الفنية في حياة الفنان الراحل محمود الزهيري. نشأته وبدايته الفنية. ولد الفنان محمود الزهيري في 5 من يونيو لعام 1922 بقرية تسمى منية التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية. أنهى دراسته الجامعية من كلية التجارة بجامعة القاهرة، وتولى العديد من المناصب بحكم دراسته، والتحق بوزارة التربية والتعليم كموظف بخزنة الوزارة، وأيضا عمل كأمين عام مكتبات دار الأوبرا الملكية قبل أن يصبح اسمها دار الأوبرا المصرية. ومع افتتاح المعهد العالي للسينما عام 1959 كان الزهيري أول المنضمين له، وتخرج منه بعد 4 سنوات، وتم تعيينه في المسرح القومي بعد تخرجه من معهد التمثيل، ولعب العديد من الأدوار في مسرحيات منها الجدعان وعودة أوليب وست الملك وأخرى. ولم تحظى تلك الأعمال بفرصة لتصويرها وعرضها على التلفزيون، وكانت بداياته السينمائية من خلال فيلم وهيبة عام 1955، ثم شارك بعد ذلك بفيلم سيجارة وكاس وملكة الغجر عام 1951 للمخرج نيازي مصطفى، لتوالي بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون ليصل رصيده الفني لأكثر من 70 عملا فني. ولعل من أشهر أدوار الفنان محمود الزهيري كان مع المخرج محمد خان في أول أفلامه ضربة شمس عام 1980، حيث كان يلعب دور ريجيسير يزور نور الشريف ونورة، ويتحدث الرجل عن مصطلحات فنية لا يعلم طريقة نطقها، فيقول مثلا بروفيل بدلا من بروفيل. وقد أظهر الدور القدرات الكوميدية والحضور الرائع للزهيري. تعتبر شخصية الدكتور أيوب هي الشخصية الأشهر بفيلم واحدة بواحدة، بل وفي مسيرة الفنان محمود الزهيري كلها، وذلك عام 1984 حيث أدى دور مخترع الفنكوش. فمن منا لا يذكر الجملة الشهيرة التي تقول يا ناس يا عسل الفنكوش وصل. وقد استطاع أن يظهر الشخصية بشكل رائع، حيث أشاد به الجميع وقت عرض الفيلم، لدرجة أن البعض اختار الزهيري كبطل الفيلم بدل الأبطال الحقيقيين. أعماله الفنية في السينما. شارك الفنان محمود الزهيري في عدد من الأفلام السينمائية، ومنها لن أبكي أبدا، الفتوة، لا شيء يهم، على من نطلق الرصاص، مولد يا دنيا، وثالثهما الشيطان، عصابة حمادة وتوتو، تجيبها كده تجيلها كده هي كده، الثأر، مسعود سعيد ليه، عالم وعالمة، الغول، السادة المرتشون، الاحتياط واجب، الرجل الذي عطس، الحب فوق هضبة الهرم، وغيرهم. ثم توالت فيما بعد أعماله الدرامية، ومنها القرين، الوليمة، أنف وثلاث عيون، وقال البحر، زهرة والمجهول، بالإضافة إلى المسلسلات الإذاعية مثل يوليوس قيصر. كما قدم الفنان محمود الزهيري عدد من المسلسلات التلفزيونية، ومنها الرحمة المهداة، الزنزانة، وعلى خشبة المسرح قدم العديد من المسرحيات، ومنها عودة الغائب، عفاريت مصر الجديدة، شريف رغم أنفه، حاجة تحير، النسر الأحمر، الأيدي الناعمة، أنطونيو كليوباترا، ربع العدوية، أهلا يا دكتور، درويش يتألق فرحا، جواز مع الاشتراك في الأرباح، السنيورة تكسب، وغيرهم. وكان آخر أعمال الفنان الزهيري فيلم الشيطان يقدم حلا عام 1991 أمام كمال الشناوي وفاروق الفيشاوي.
وجه الشبه في أحد اللقاءات الصحفية. قال الفنان التونسي تميم عبده الذي شارك الفنان عادل إمام بطولة مسلسل فرقة ناجي عطا الله عام 2012 أنه في أولى الجلسات التي جمعته مع الزعيم قبل بدء التصوير أخبره قائلا: عارف الدكتور أيوب بتاع فيلم الفنكوش؟ انت شبهه قوي. حيث اعتقد الكثيرون أن الفنان تميم عبده هو من قام بدور المخترع العبقري مخترع الفنكوش، ولكن من قام به في الحقيقة هو الفنان محمود الزهيري.